السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة ماجدة معاكم من مطبخنا الموجود في البيت يست. انا عملت لكم الزبدة ديت من وش اللبن، بس ما رضيتش اطول عليكم الفيديو فيها، فقلت اسيحها في فيديو لوحديها. ده طبعا من وش اللبن عملناه، وانا بقى دلوقتي هسيحها لكم وهوريكم ازاي تتسيح. جبنا حلة حطيناها اهي على النار، اللهم صل على النبي، وهنحط بقى فيها الكور اهي وهنسيحها، وهوريها لكم بقى وانا بسيحها اهو. اللهم صل على النبي. هنحطها بقى لحد ما تسيح خالص، وهنسيبها على نار عاليه لحد ما تسيح، واول ما تغلي ههدي عليها النار شمعه، وهسيبها تقعد بقى نص ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما تستوي معايا. ولما بقى تسيح وخالص كده هبقى اوريها لكم لما تغلي. اول ما تغلي بقى كده معانا، وتخلوا بالكم عشان ما تفرش، نروح بقى ايه مهديين عليها شمعه اهو، ونسيبها بقى لحد ما تستوي. اول ما تعمل مرته معانا والسمنه تطلع على الوش، يبقى كده هي خلاص استوت اهو. نسيبها بقى كده النار تحتيها شمعه. وطبعا انا لما كورتها، ما عملت فيديو الزبده وكورتها، حطيتها في التلاجة يوم، وتاني يوم قلت اسيحها علشان تمسك كده وتبقى حلوه اهو. شوفوا بقى دلوقتي عامله ازاي. هتبتدي اهي بقى السمنه تطلع لفوق، والمرته اهي تنزل لتحت، شايفين؟ هنبتدي بقى نحط معلقه ملح صغيره اهو. شايفين انتوا حتى السمنه؟ قربي لهم كده الكاميرا اهي. شايفين السمنه ابتدت اهي هتفصل اهي عن المرته اهي كده. بقى نستنى كمان عليها شويه لحد ما المرته دي تنزل تحت، بس ايدك فيها كده على طول علشان ما تشطش اهو. شوفوا بقى عملت ازاي، والمرته ابتدت تنزل لتحت اهي، والزبده تطلع اهي على فوق. بس هنسيبها برده كمان شويه لحد المرته ما تدي لون بني شويه كده، علشان تكون استوت حلو. وكده يا جماعه استوت اهي. وهطفي بقى عليها وهسيبها بقى تبرد، وبعد كده اوريها لكم بطريقه حلوه ازاي اشيلها في الفريزر، واحتفظ بقى بيها لحد رمضان. طالما استوت حلو عمرها ما تبوظ مني. انا كده بقى هسيبها تبرد، وبعد كده هعبيها في حاجات هقول لكم ازاي تعبوها وتحتفظوا بيها. وبعد ما بردت اهيت، هنحطها بقى في قوالب التلج. قوالب التلج دي هتحطيها فيها، ولو تحطيها في الفريزر اما تتجمد زي التلج هتطلعيها وتحطيها بقى في اكياس باذن الله. اللهم صل على النبي. امسكها كده اهو، ما اخدش مرته معاها، واروح بقى احطها كده في القوالب اهو. دي بقى طريقه حلوه انا معتمداها على طول، بحطها في الفريزر وتقعد عندي زي ما تقعد. احتاج قالب، احتاج 2، اروح مطلعاهم ومستعملاهم، بدل ما احط ببرطمان، والبرطمان ممكن يعمل اي حاجه ريحه بتاع. لا، انا بروح عاملاها كده واروح شايلاها في قلب الفريزر اهو يا جماعه. وبعد ما خلصناها وعبيناها هي في مكعبات التلج، حطوها في الفريزر. اول ما تجمد حطوها في اكياس وشيلوها على قد الطلعه اللي انتوا عاوزينها، تطلعوا قالب 2 3 زي ما انتوا عاوزين. وادي المرته هي يا جماعه طالعه حلوه اهيت وزي الفل. وطبعا حكايه القوالب دي حصر عندي، ما شفتش حد عملها قبل كده بصراحه، فانتوا انا بعملها كده على طول، بحطها في قوالب التلج، وبعد كده بروح اما تجمد بروح حطها في اكياس، وبروح شايلاها تقعد معايا بقى زي ما تقعد. ودي كانت طريقه تسييح الزبده يا جماعه من وش اللبن. وادي المرته. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.